اطلب منك انك انت ترجع لي اللوحه 9/26. 9/26. طيب انا هنتوقف هنا بين افتتاح المشروع ده وبين اللوحه دي. انتوا لو لاحظتوا ان الارقام اللي موجوده هنا على الخريطه، على اللوحه اللي قدامي، سواء كان في الدلتا او في توشكا او في وسط سيناء، بنتكلم تقريبا في 3.5 مليون فدان. ال 3.5 مليون فدان دول يساووا تقريبا برضو اقول تلت الارض الزراعيه اللي موجوده في مصر. تلت او اكتر، مش كده يا دكتور مصطفى؟ احنا بنتكلم في 8.5 9. صح، يعني ده تلت الاراضي. طيب انا عايز اقول للي بيسمعني دلوقتي، اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بنتكلم في مشروع بسيط، وطلباته من الميه او طلباته من الاسمده يا دكتور مصطفى هتبقى ضخمه جدا. انا مش بتكلم خالص على تجهيزه كمشروع، ده موضوع تاني خالص. لكن انا بقول للناس هنا تنتبه لحاجتين مهمين قوي. انت قلت التوسع الافقي والتوسع الراسي في الزراعه، ده التوسع الافقي اللي احنا بنعمله. طيب عشان نعمل ده عايزين نطمن على الميه اللي بتستخدم. وانا بقول للي بيسمعنا هنا، المشروع الاولاني والثالث اللي هو سينا والدلتا، احنا بنتكلم في اعاده معالجه مياه صرف زراعي بمحطات معالجه عملاقه، مش كده؟ حوالي 14. يعني انا بتكلم بس للناس تسمع ده، لان الارقام اللي بتتعمل بيها المحطات ديت والمشاريع ديت ارقام كبيره قوي. لكن احنا ما عندناش خيار تاني. يعني لما نيجي نتكلم على ان حد مثلا نكتب عنوان صغير نقول ايه؟ التنميه الصناعيه يا دكتور مصطفى. لما انا كانسان اطرح الطرح ده، اقول تنميه صناعيه او تنميه زراعيه، ده عنوان صغير ممكن اكتبه واقوله حتى في اي وقت. لكن عشان احققه وانفذه ده بياخد وقت وجهد وفلوس كتير قوي. مثال مش هخرج عن اللي احنا فيه. احنا لما جينا في مايو نفتتح مجمع الاسمده الفوسفاتيه، وده كان اول مره، كان كتير من الناس تقول كتير يعني يقول لك ايه، انتوا ليه بتصدروا الفوسفات ماده خام؟ عشان نعمل ده خدنا 3 سنين في المجمع الاولاني 9 مصانع، واحنا بنفتتح خدنا القرار بتاع الاسمده الازوتيه. بس خلي بالكم كان جزء من الموضوع ان احنا بقى عندنا غاز يا دكتور مصطفى نقدر نعمل بيه الكلام دوت. يعني كان وزير البترول النقاش معاه ساعتها، هل لدينا غاز ممكن نعمل اسمده ازوتيه؟ مش كده؟ لما قال في الغاز اللي احنا ممكن نعمل بيه، مش كده طارق؟ طيب انا بقول الكلام ده لينا كلنا عشان تعرفوا ازاي الموضوع بيخرج للنور. طب لو ما عندناش الغاز هنعمله؟ يبقى هنستورد غاز ونعمل ودي موضوع تاني خالص. لكن احنا بنتكلم عشان نستخدم دايما. وبالمناسبة الغاز الطبيعي افضل استخدام ليه مش انك انت تبيعه كوقود، انك تبيعه عشان يخش في صناعة، يعني قيمة مضافة اخرى. على كل حال يبقى احنا الاول بنتكلم على ان احنا لما خدنا القرار ده خدنا 4 سنين عشان نفتتح المصنع ده اللي هم ال6 مصانع دول. يبقى عشان في خلال 8 سنين مع الوضع في الاعتبار ان احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من افضل شركات الصناعه في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها، خدت وكنا ضاغطين في التوقيت، وكان جزء من التفاوض معاهم ان احنا ننجز المهمه في اسرع وقت ممكن. لان كتير من الناس يقولوا ايه، انتوا ليه مش مهتمين بالصناعه؟ احنا عشان نهتم بالصناعه ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفه كبيره. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده، انت بتتكلم في غير ثمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار، ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعه. عشان تعمل مصانع كثيره تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت. ولازم واحنا بنتكلم في النقطه ديت ننتبه لحاجه مهمه قوي،
ان احنا كان عندنا اولويات موجوده. ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقه الكهربائيه اللازمه؟ مش ممكن. لو ما عنديش كهرباء طب هعمله ازاي؟ طب لو ما عنديش الغاز برضه هعمله تاني ازاي؟ نرجع بقى تاني لل 3.5 مليون فدان. احنا بنسابق الزمن عشان دول يخشوا الخدمه في اسرع وقت ممكن. وانا الكلمه اللي هقولها للحكومه وهقولها للقوات المسلحه وهقولها لوزاره الداخليه وهقولها حتى للجامعات، من فضلكم اعملوا رحلات لطلبه المدارس والجامعات للمشاريع ديت اللي يمكن يعني البعيد قوي تشكى، والقوات المسلحه توفر الوسائل اللي ممكن تروح بيها. انا عايز اقول للناس في مصر وشبابنا بالذات، تعالوا بصوا شوفوا اللي بيتعمل بايدين اخواتكم على مساحه المصر بالكامل. احنا بنتكلم في حجم هائل من الاراضي. لما هتروحوا تشوفوه انتوا هتطمنوا اولا، وكمان مش هنسمح يا دكتور مصطفى ان حد يعني يعبث بعقول شبابنا يقول لهم ده كلام مش حقيقي، ده معمول. لا، خدوا الناس. وانا يمكن كنت بتابع من كام يوم خدوا جامعه اسوان ودوهم توشكا، فقالوا الحاجات دي بتاعتكم ولا بتاعت حد تاني؟ يعني بتاعتكم يعني، خد بالك يا دكتور والله بتاعتكم ولا بتاعت؟ لا دي بتاعتنا. المهم يعني عايز اقول ايه، يبقى اذا احنا علينا دور بعيد خالص عن اللي احنا بنعمله دوت، ان احنا نوري شبابنا وشاباتنا وحتى شباب ثانوي ناخدهم، وده برنامج نعمله مع بعض، الحكومه مع بعض مع اجهزتها يا دكتور مصطفى والوزارات في المحافظات اللي فيها الشغل ده، تخش الناس الشباب يتفرج ويتفاعل ويشوف اللي بنعمله. نرجع بقى تاني، ال3.5 مليون فدان دول انا عايز اقول يعني معالي وزير الزراعه يرد عليا، هل مصر خلال 30 سنه فاتت 40 سنه فاتت عملت برنامج ل3.5 مليون فدان؟ لا صحيح. لا مفيش. احنا بنتكلم بما يرضي الله والله، وما اقصدش بالكلمه دي اي حاجه، لكن انا بتكلم عشان اسجل ان عشان كده بقول ايه، خدوا الناس تشوف بقى، عشان ما يقولش ايه انتوا بتقولوا لنا بيانات قدامنا هنا لكن احنا مش شايفين حاجه. وحتى لو انا جبت فيلم مره ولا مرتين ماشي، لكن في فرق ان انا اعمل تغطيه اعلاميه مناسبه وتغطيه بالزيارات الميدانيه لشبابنا وشاباتنا في المواقع ديت. طيب احنا اتكلمنا على ان محطات معالجه ميه، وكلام ده انا قلته قبل كده ويمكن مره واثنين وبكرره تاني. انتوا عارفين ان انا عشان نعمل مشروع الدلتا الجديده ووسط سينا احنا بنتكلم على تجميع ميه صرف زراعي كانت قبل كده بتلقى مثلا في المشروع بتاع شمال سينا ده او وسط سينا، كانت بتلقى في بحيره المنزله. لا، ومحطه المحسمه كانت بتلقى الميه في بحيره التمساح. اتعملت صحارات وصلت الميه شرق القناه في سينا، اتعملت محطه بحر البقر والمحسمه بطاقه تقريبا حوالي 6.5 مليون متر في اليوم، عشان الميه دي ناخدها بعد كده بمحطات رفع وبخطوط ميه تانية الى الاراضي التي يمكن زراعتها. اللي انا عايز اقول لكم ده وبسمعه لكل اللي بيسمعني، اوعى تفتكروا ان ده تكلفه اقتصاديه. تكلفه ايه؟ اقتصاديه. طيب احنا بنقول كده ليه؟ لان مثلا حد يقول طب يعني كان ممكن المطورين والمستثمرين يخشوا يعملوا ده. احنا نرحب بيه بقى، احنا عملنا مش كده؟ تعالوا بقى، انا المشوار الكبير اللي كان هيكلفك مليارات الجنيهات يا دكتور مصطفى، وده عبء ما اقدرش اطالبك بيه وما اقدرش كمان اراهن معاك بيه ان اقول لك خد وبعدين ما يتعملش. احنا عملنا كدوله وبقت الارض الزراعيه موجوده. لو النهارده مزارعين عايزين يخشوا يتعاقدوا على دول احنا ما عندناش مشكله. احنا بنتكلم على زراعه حديثه ونظم ري حديثه. يعني ايه